يا مساء الفرحة والهنا، معاكم مونيكا ميشيل جاية ومعايا حل طبق امبارح، والحل هو برنامج عالم سمسم. وجيه وقت نكشف طبق النهاردة اللي جواه أكلة مفنونة. الأولى مش خناقة وسلاح ولا سلام، دي لعبة من يسرى وحميدة فيها كلام. والتانية حمرة وحلاوتها باينة قبل ما تتاكل، قلبها طري وبذورها من زحمتها تتشاكل، طالعة من شجر بس مش تفاح، لونها وشكلها علامة والطعم فضاح. كلمتين لو جمعت الأحمر مع الصدام هتعرف الاسم من بين الأفلام. وهنا هنسيب الفزورة المفنونة وهنروح نعرف عن أكلتنا معلومة، وهنسافر سوا لأوروبا في القرن 17. وانت هناك لو لقيت فجأة نفسك في مود وحش وحزين، هتلاقي الدكاترة وصفولك تاكلها فورا. ليه؟ عشان كانوا بيوصفوها كروشتة نفسية من شكلها. من شكلها، لأن كان عندهم اعتقاد إن النبات شكله علامة من الله بيدل على الفوائد اللي فيه، فشكلها شبه القلب، فبكده هتعالج لك روحك وتشفي قلبك. أما عن لونها الأحمر فكده أكيد هيساعدك في تجديد الدورة الدموية، وهي علشان بطبيعتها الباردة والرطبة يبقى كده هترطب روحك وتلطف من حدة الحزن اللي انت فيه. ده طبعا قبل ما يعرفوا فوائدها وغناها بالفيتامينات، زي مثلا فيتامين سي اللي قلته في الجسم هتحسسك بالتعب والإحباط، والمغنيسيوم والبوتاسيوم اللي هيهدوا جهازك العصبي هيخلوك ريلاكس كده، وفيتامينز تانية كتير. انت دلوقتي بقيت تمام وحاسس نفسك أحسن، هتفرح بجد لو رحت لفرنسا في القرن 18. ليه؟ علشان لو انت قسمت ثمرة منها مع بنوتة أمورة، أو انت قسمتيها مع واحد كده ابن ناس، يبقى هتقعوا في حب بعض أكيد. ده كان اعتقادهم، إن لو اتنين قسموا بينهم ثمرة منها يبقى أكيد هيكملوا حياتهم مع بعض. يا ترى عرفت إيه هي الأكلة؟ طب وصلت الحل الفزورة؟ اكتب تحت في الكومنتس. ودلوقتي شبعنا خلاص وهنشيل طبق النهاردة. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون، وهجيلكم بكرة أول لما تدق 7:30 بالظبط، ومعايا الحل وكمان فزورة جديدة من فوازير أكلة مفنونة بالفن معجونة. حلتها؟ طب استنى، هتتسلى.